هدف كريستيانو رونالدو اليوم أمام الشرطة في نصف نهائي البطولة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمونا باللايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. انتهت مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي بفوز فريق النصر 1-0. أحرز الهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وجاء اللقاء ضمن منافسات الدور نصف نهائي للبطولة العربية. سيطر أصدقاء رونالدو على مجريات المباراة بالكامل دون أي فرص تذكر لفريق الشرطة العراقي. وينتظر النصر السعودي في مباراة النهائي الفائز من مباراة اليوم بين الهلال السعودي والشباب ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة كأس الملك سلمان. سيطر نادي النصر السعودي بشكل كبير على مجريات المباراة، وتم إلغاء هدف لنجم النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32 بعد تدخل الفار. واستحوذ النصر السعودي على كرة بنسبة 66% مقابل 34 لنادي الشرطة العراقي. وهاجم النصر السعودي فريق الشرطة وهدد مرماه ب8 تسديدات مقابل 2 تسديدة للشرطة العراقي. وحصل النصر السعودي على 4 ركنيات مقابل 1 للشرطة العراقي. وقد أعلن مدرب النصر السعودي كاسترو تشكيل المباراة، وجاء كالآتي: حراسة المرمى نواف العقيدي. خط الدفاع سلطان الغنام، علي لجامي، عبد الله مادو، أليكس تيليس. خط الوسط عبد الله الخبيري، بورزوفيتش، فوفانا. خط الهجوم تاليكسا، رونالدو، ماني. ودخل فريق الشرطة العراقي مباراة النصر السعودي بعدما قدم أداء مميز أمام فريق السد القطري، وفاز الفريق العراقي 4-2. وجاء تشكيل الشرطة العراقي كالآتي: حراسة المرمى باسل، خط الدفاع يحيى مناف قرار فيصل، خط الوسط فرحان إرديس عبد المجيد أمير، خط الهجوم أيسو علاء. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو مع حضراتكم، وطبعا مبروك لرونالدو ومع السلامة.